حياكم الله وبياكم. من شخص شاف الفشل في كل مراحل حياته لمخترع اخترع اختراع موجود في كل بيت في العالم، أندو موموفوكو، مخترع الاندومي أو مستر نودلز. اتولد في تايوان سنة 1910 وتربى يتيم في بيت جده وجدته. في بداية شبابه اشتغل في بيع المنسوجات ولكنه فشل، واتسجن مرتين في حياته. المرة الأولى كانت 45 يوم والمرة الثانية كانت سنتين. اشتغل في المجال العسكري وفشل فشل ذريع، وده بعد ما استسلمت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في الحرب. وبعد كده رجع اشتغل في مجال العقارات وبرضه فشل. وبعد كده قال اعمل لي بنك، وفعلا نجح البنك نجاح كبير، وبسبب مشكلة مالية دخل السجن لمدة سنتين وراح منه البنك. ولما طلع من السجن كانت اليابان بتعاني من نقص الرز، وفي المقابل كان عندها فايض في مخزون القمح. المعلم موموفوكو كان بيشوف الناس واقفة طوابير على أماكن بيع المكرونة، فجت له فكرة وهي تحضير وجبة سريعة زي المكرونة، وهي النودلز أو الأندومي. وجبة سريعة كده ما بتاخدش دقايق وبتشبع. وبالفعل الفكرة تنجح وتنتشر على مستوى العالم، وأخيرا يضحك الحظ الموموفوكو ويصبح من أشهر وأغنى رجال الأعمال على مستوى العالم كله. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.